الأهلي بدأ الموسم الجديد. اللعيبة خدت أجازات في مجموعة من الإقالات، وصفت بأنها استقالات، ودي حاجة كويسة جدا، يعني ما هياش عيب على الإطلاق. تحول هادئ، تسليم سلطات بين لجنة التخطيط وبين مدير الكورة الكابتن مختار والكابتن سامي قمصان. عملية التسليم والتسلم تمت في هدوء، ما سمعناش حد طلع اتكلم قال لك انا اسباب اقالتي او اسباب اجباري على الاستقاله شكلها ايه. الامور ماشيه هاديه جدا، والتحول بيتم في هدوء شديد، والفرقه بتخضع لعمليه يعني اجراءات وترتيبات والعمل على الصفقات والاستعدادات للموسم. فالدنيا ماشيه جوه النادي الاهلي بشكل ايجابي، مش من مصلحه حد او مش من حق حد انه يتدخل في قرار بياخده مجلس اداره اي نادي او اي اتحاد، خصوصا اذا كان هذا القرار سليم وملوش اي اثار سلبيه او ليه تداعيات جانبيه وردود افعال خزعبليه ولا تعجن على السوشيال ميديا. وهنا اقدر اقول يعني برافو النادي الاهلي، وبرافو النادي الاهلي انه في الوقت اللي بنسحب فيه من كاس مصر بشوف نادي الزمالك هو اللي بيبعت لاتحاد الكوره بيسال هو اللي ينسحب من كاس مصر عقوبته ايه، مع ان الزمالك يعني ما انسحبش. فاتحاد الكوره بيرد على نادي الزمالك وبيقول له والله يبقى في ايقاف قد كده والغرامه قد كده والقصه قد كده. في المقابل النادي الاهلي هو اللي انسحب. يا ترى هو الزمالك كان بيسال اتحاد الكوره عشان يفكر الاتحاد بانه يعلن العقوبات على النادي الاهلي زي ما اعلنها عليه لما كان انسحب امام النادي الاهلي في الدوري؟ وقتها برضو قال ان انا بعتذر، نفس الكلام اللي الاهلي بيقول انا بعتذر. فانا يعني ببص حواليا كده، هو الزمالك بيسال ليه؟ وبيفكر اتحاد الكوره على ايه؟ واتحاد الكوره ما اعلنش عقوبات ليه رغم ان هو عدل الجدول؟ وهنا برضو تقدر تقول برافو النادي الاهلي، وما اعرفش الزمالك بيسال ليه. الموسم بدأ والزمالك ليس بحاجة إلى صفقات شو. الزمالك محتاج فلوس. الكلام الكتير حوالين صفقة زيزو والتعاقد مع زيزو والأعداد العاطفية الرومانسية اللي بيشار إليها إنها بتتم عشان اتفاق. وزي ما أنا قلت الزمالك عايز زيزو وزيزو عايز الزمالك، فلماذا لم يوقع زيزو؟ مسألة كده يعني فيها شوية حسابات خاصة لا داعي لها. وضوح الأمور أفضل بكتير جدا جدا. يعني إذا كانت مرة تانية بقول مصلحة الزمالك في بيع زيزو أو مصلحة زيزو في إنه يغادر الزمالك، فالمصلحتين يتفقوا مع بعض وعفى الله المؤمنين شر القتال، ويغادر زيزو ويستفيد الزمالك من المال. إذا كان الكلام الكتير حوالين صفقة بن شرقي انه رايح جاي وكلام، انا برضو شايف ان دي صفقة جماهيرية شعبية يعني جهنمية، لان بن شرقي بقاله سنتين محدش سامع عنه حاجة، ومسألته انه يطلب مليون ومليون و200 اعتقد ده كلام فاضي. وبالتالي دي مسائل بيتم تداولها، لكن لا اعتقد ان هي يمكن ان تخضع للحقيقة. لغز زيزو والكلام الكتير على بن شرقي دي مسألة يعني بتمس مصلحة الزمالك. مصلحة الزمالك انه يتعامل مع الواقع، مش يتعامل مع الاجواء اللي بتحب بيه. مجلس إدارة الزمالك بيقود مسيرة صعبة ومسؤوليات صعبة وعنده ظروف صعبة، وبالتالي لابد من تقدير هذه الظروف وترك المجلس ان هو يشتغل، لان التركة يعني تقيلة جدا جدا، مش عايز اقول مهببة. لا الزمالك محتاج ان هو يجمل قرار بياخده حوالين زيزو، ولا محتاج ان هو يخش في صفقة يعني صفقة جماهيرية بيقولوا عليها صفقة اعلامية او صفقة شو. العمل الايجابي هو ان انت تصنع فريقا حتى لو ما كانش هياخد البطولة الموسم اللي جاي، لان الوضع محتاج بناء، والبناء في الزمالك محتاج وقت.
الحقيقة كمان انه يعني من الطرائف الغريبة جدا انه مسألة الدوري برضو فيها نفس الكلام، يا اما اللجنة بتطلع وبتسرب كام بلالين على كل حاجة على قصة كده والدوري خلص، واللجنة هتبعت خلال يوم او اتنين اقتراحين، واحد بالدوري بنظامه الحالي وده انا متوقعه يعني، وواحد بالنظام البلجيكي اللطيف، اقسم المجموعة بعد الدور الأول، العب فوق والعب تحت، حبة فوق وحبة تحت، وهنغني بقى العدوية وهتبقى الكورة يعني متقسمة، هتخش ضمن الفولكلور. كل الزيطة دي، كل الزيطة دي ومحدش سامع حاجة عن المنتخب، وهي دي المصيبة الكبيرة. وشكرا لحضرتك.